كبير اسيا كما لقبه جماهيره قبل بدايه المباراه يعود الى اسيا من الباب الكبير، ينتصر على اجمك الاوزبكي بثلاثيه نظيفه. ده لو انت من جماهير الهلال او مهتم بالماتش بتاعهم تلاقي الكلام عنه في الصفحه اللي انا عامل لها منشن هنا. اخر مباراه جمعت بين نادي الاتحاد وفريق اوزبكي كانت اللي قدامكم دي التشكيله، لاعب واحد بس قدامكم في التشكيله وكان موجود النهارده هو العملاق رومارينيو، احرز هدفين النهارده على الماشي كده. وبرغم الغيابات الكتيره لنادي الاتحاد جروهي وكورنادو وبنزيما، الا ان الماتش كان سهل جدا على الفريق وخرجوا بالكلين شيت. ولاول مره من سنتين جروهي يغيب عن قائمه الفريق. خليك مركز ان اسيا غير الدوري السعودي، 6 لعيبه بس هم اللي يحق لهم التواجد في قائمه الفريق، 5 اساسيين وواحد على الدكه. علشان كده في مباريات اسيا هتلاقي لعيبه من المحترفين عندك مش موجودين في القائمه اصلا. ولكن مع كل هذه الغيابات الا ان الثنائي اللي قدامك ده كان منور الملعب، اسامه المولد ومحمد نور، من جعلوا اسيا تخضع. قبل المباراه تم منع الجماهير من دخول اي مواد كيميائيه ومن دخول الشماريخ. مع كل الاشياء الايجابيه اللي حصلت النهارده في الماتش الا ان الحاجه الوحيده اللي معكره مزاج الاتحاديين صابت حمد الله في الكتف بعد التدخل العنيف جدا ده. الكوره اللي جه منها ضربه جزاء لحمد الله نفسه، وبرغم الاصابه كان عايز يشوطها الا ان الحكم منعه من ده وحصل تغيير. ومن الاحداث الحلوه في المباراه النهارده ان اللاعب فرحه الشمراني مواليد 2006 شارك النهارده في المباراه.